أهلا بيكم معايا في حكاية وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا بينا نبتدي قصة النهاردة. صاحبة القصة بتقول: أخو جوزي ما رحمنيش بمعنى الكلمة وعمل فيا عمايل. هقول لكم ايه اللي حصل دلوقتي. أنا نورهان، عندي 35 سنة. اتجوزت قبل كده واتجوزت واحد عن حب، وبعد ما اتجوزنا اكتشفت ان هو بتاع ستات وخاين وكان ليه علاقات متعددة. عشان كده اتمسكت بالطلاق. اتطلقت منه بس للأسف كنت حامل. طلعت وانا حامل منه في الشهر السادس. الحمد لله ربنا رزقني ببنت واتطلقت وعشت وربيت بنتي واتنازلت له عن كل مستحقاتي مقابل ان هو هيسيب لي البنت. قلت له ان انا مش عايزه منك نفقه ولا حاجه، وكتبنا ورقه بكده. كتبناها عند المحامي واتفقنا، وانا الحمد لله يعني مدرسه في المرحله الاعداديه، يعني الحمد لله اللي بيجيني بيكفيني انا وبنتي وعايشه مبسوطه ومش محتاجه لاي حاجه. اتطلقت وكان عمري وقتها 28 سنه، وانا دلوقتي عندي 33 سنه. قعدت 5 سنين من بعد الطلاق ببنتي، ما اتجوزتش. المهم في يوم فوجئت لقيت زميلتي معايا في الشغل بتقولي: انا عندي ليكي عريس كويس جدا، بس هو يعني كبير شويه. قلت لها: ازاي يعني؟ قالت لي في الاربعينات وعنده 47 سنه. قلت لها: بس انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي، انا معايا بنتي وبنتي مخليني مش محتاجه ان انا اتجوز، وكمان انا خلاص يعني كرهت الرجاله، كفايه ان انا اللي انا اتجوزته عن حب ودمرني، طلع خاين وبتاع ستات، وانا ماليش بقى ايه في الكلام ده، ما عادش ليا قابليه ان انا اتجوز وان انا اجرب وافشل تاني. صاحبتي قالت لي: لا بس ده محترم جدا، وهو بيبقى صاحب جوز الروح بالروح، وكمان موظف في بنك، ما شاء الله دخله كويس ومحترم، بس هو عنده مشكلة. والمشكلة دي ان هو كان متجوز قبل كده وقعد مع مراته 9 سنين، وربنا ما أردش بالإنجاب، ما أردش ان هو يخلف، وبيقولوا ان العيب كان من مراته، بس هو كامل مكمل. مراته طلبت الطلاق منه واخدت فلوس وما خدتش عزال ولا خدت عفش ولا اي حاجة. اتطلقت لما عرفت ان هو عايز يتجوز علشان الخلفة. قالت له: خلاص انا مش عايزة اكون عقبة في حياتك وطلقني، بس اديلي فلوس، وانا كده مش عايزة عفش ولا عايزة اي حاجة، يعني كل حاجته عنده، مش هيكلفك خيط في ابرة، ومش هتجيبي ولا كوباية ولا طبق ولا تلاجة ولا غسالة ولا اي حاجة، هي شقته كاملة مكملة من كله، وكمان حالته المادية حلوة، ومجدد كمان الحاجات اللي عنده. المهم قلت لها: سيبيلي فرصة اكلم اهلي وافكر. وبعدين روحت من الشغل، فتحت بماما وبابا وكده، وقالوا لي: يا بنتي وايه المانع، على خيرة الله اتجوزيه، بدل ما تقعدي كده، انت برضه لسه صغيرة، عندك 33 سنة، ما انتيش كبيرة واتحرمتي من حياتك من بدري، لا لحقتي تفرحي ولا تتجوزي جوازة زي الناس ولا اي حاجة. طب يا بابا انا هعمل ايه في بنتي؟ قال لي: ملكيش دعوة بالبنت، البنت احنا كده كده اللي مربينها، إيه، واحنا كده، وانت كده كده اصلا موظفة ومدرسة وبتدي دروس وما انتيش قاعدة لها، احنا اللي بنشيل همها واحنا اللي بنربيها، وامك ما شاء الله مش مقصرة معاها في حاجة، فما تعمليش حجتك البنت، نسأل عليه ولو لقيناه كويس يجي يقابلنا ونفرح بيكي. المهم رديت على صاحبتي وقلت لها: طيب، انا كلمت اهلي وما عندهمش مشكلة، بس برضو ادالنا اسمه ومواصفاته وكلام من ده علشان بابا يسأل ويطمن هو واخواتي. سألنا عليه في البلد، لقيناه راجل محترم وملتزم ومبيشربش السيجارة، ومن الشغل للبيت للمسجد، يعني ما شاء الله راجل محترم، ليه علاقات مع ناس محترمة جدا، وراجل حسن السير والسلوك. قلت تمام الحمد لله. حصل ان لما اهلي سألوا عليه ولقوه كويس، قلت لصاحبتي: خليهم يجوا ويكلموا اهلي، الباب مفتوح لهم. والمهم جت هي مع جوزها ومع صاحبه ده،
اللي هو صاحب جوزها اللي هو العريس، جم فعلا واتكلموا، والراجل طلع محترم جدا وشهم ومؤدب وملتزم وما شاء الله بيتكلم بحياء واحترام. قال لي بابا اللي انتم عايزينه يا عمي. قال له بس بابا برضو يعني رد عليه وقال له بس افهم يا ابني، بنتي معاها بنت وكانت متجوزة قبل كده ومعاها بنت، وقال له ما انا عارف كل حاجة عنها وسائل عليها وما عنديش مشكلة لو البنت حابة تعيش مع مامتها، انا هعملها زي بنتي بالظبط. انا بقالي 9 سنين وكنت متجوز ومحصلش نصيب، وعندي ميول ان انا ابقى اب، وبيتهيألي هي هتملى عليا البيت لغاية ما ربنا يعوض علينا بأخت أو أخ. بابا قال له لا يا ابني، ولا معاك ولا حاجة، بس اسمح لنا ان مامتها تجيلها خميس وجمعة تبات مع بنتها وتشبع من حضنها، وعيشوا حياتكم انتوا طبعا لسه هتبقوا عرسان جداد ومش عايزين نفرض عليكم البنت تعطل اموركم، وان شاء الله لما اموركم تبقى حلوة وتبقى معاكم عيل وتخلفوا مش مشكلة، ساعتها ممكن البنت تيجي وتروح تعيش مع اخواتها عادي. قال له خلاص يا عم زي ما انت شايف. وفعلا اتكتب كتابنا وجاب لي شبكة رمزية كده، وعملنا الفرح بعد كتب الكتاب بشهر. على ما انا استعديت يعني وجددت شوية حاجات من هدومي، وفعلا اتجوزنا. المصيبة بقى الكبيرة حصلت لما انا اتجوزت واللي كان اخوه بيعمله معايا. المهم لما انا اتجوزت بقى ودخلت البيت، هو دورين بيني وبين اخوه، باباهم ميت ومامتهم ميتة، والبيت كان بيت ورثة. هما اخين وبنت، خلصوا اختهم بالفلوس الورث، يعني كل واحد دفع من فلوس الورث جزء، وخلصوا اختهم وجوزوها. البيت اتصفى عليهم هما الاتنين، قسموه بينهم وبين بعض. انا في الدور الارضي والدور التاني لسيلفي. متجوز وما شاء الله مراته زي القمر ومعاه 3 عيال، يعني معاه ولد وبنتين، مخلف ومبسوط، وكان هو اصغر من جوزي. المهم من ساعة ما انا دخلت البيت وهو بيبصلي نظرة يعني مقززة، بيبصلي كده من فوق لتحت بصة بقرف. يجي نازل يرمي كده مناديل على السلم وانا بكنسه، ويشوفني ما يقوليش السلام عليكم. حسيت من ناحيته ان هو مش طايقني. والأسوأ من كده والكارثة الكبيرة ان انا لما كنت بروح شغلي وارجع الاقي جوزي وشه متغير، واقوله في ايه يقولي مفيش حاجة. انا بس عايزة اعرف عقب السجارة ده جه منين؟ انت بتدخلي حد بيتي سجاير؟ انت عارف ان انا ما بدخلش حد؟ هو انا اعرف حد؟ انت عارف ان انا يعني شغلي في بلد جنب البلد اللي انا متجوزة فيها، يعني بركب مواصلة لحد بيجيني ولا حد بيروح لي، ومين اصلا اللي هيجيلي هنا؟ قلت له انت عايز تقول ايه؟ انت عايز تقول ان انا بجيب رجالة وادخلهم هنا يشربوا سجاير؟ انت بتتكلم ازاي؟ قال لي انا لقيت سيجارتين مطفيين جنب شباك السرير جنب الكومودينو كده يعني. قلت له والله ما اعرف حاجة، انا ما اعرفش مين اللي شرب سجاير، يمكن انت بتشرب سجاير ولا حاجة. قال لي انا ما بشربش السيجارة ولا بطيق ريحتها. المهم لقيته بيعاملني يعني معاملة متغير معايا ومتغير عليا. قلت له والله ربنا يشهد ان انا ما اعرفش حاجة عن السجاير دي، لا يكون كانت قديمة. قال لي لا، السجاير دي لسه جديدة. المهم عديت الموضوع ورحت الشغل بتاعي، وكنا الصبح ورجعتنا تاني بعد اسبوع لقيت جوزي بيقول لي لا، الموضوع ما عادش يتسكت عليه. انا مش كل مرة الاقي حاجات للرجالة. انت بتدخلي مين هنا؟ ما انا مش مربيكي على ايدي علشان اعرف عنك كل حاجة. قلت له في ايه تاني؟ قال لي خاتم الفضة ده مش بتاعي، الخاتم ده رجالي اللي جابه هنا، وانا لقيته على كرسي الصالون ومتداري في زاوية. انتي بتدخلي رجالة من ورايا وبتخونيني. والمهم لقيته بيطول عليا وبيقولي احنا ما ننفعش مع بعض، شكلك كده ما انتيش مظبوطة، واللي طلقك علشان كده. قمت معيطة ومنهارة وقلت له الله يسهل لك، بعد الكلام ده كله كل واحد